أهلا ومرحبا بكم في قناة يوتيوب 24. المنتخب العراقي عنده مباراتين هامتين، مباراة مع كوريا ومباراة مع الأردن. المنتخب العراقي مر بظروف صعبة جدا جدا جدا، الهزيمة من فلسطين والتعادل مع الكويت. إقالة خيسوس كاساس بيبحث الآن عن المدرب. لازم نعرف المرحلة الجديدة. خلاص مرحلة صعبة، مرحلة لا تقبل القسم على اثنين. فوز في المباراة يدفعك بقوة الأمام، التعادل والهزيمة في أي مباراة قد تمنحك او قد لا تمنحك اي شيء وتنزل خلاص لسابع ارض، خلاص تنتهي فرصك وتنتهي امالك. الحل لازم تصحح اخطائك. اول خطا انت صححته واشتغلت عليه ان انت اقلت قياس تماما، لكن يجب اختيار مدرب كفء لهذه المرحله، ويجب ابعاد كل من تسبب ان العراق وصل هذه المرحله، واولهم يونس محمود وكوفيد عبد الخالق وبعض اعضاء الاتحاد، لكن على راسهم يونس ومحمود وكوفيد عبد الخالق. لازم نفكر ازاي نزيل كل هذه الاثار السلبيه. انا عشان اشتغل صح لازم امسح القديم واشتغل على نظيف. ده المفروض يتعمل. يعني ما ينفعش اجيب مدرب عالمي كويس زي كارلوس كروش او هيلو سازا البرتغاليين، او لو جبت حد عربي زي حسين عموده، او اجيب الكابتن عدنان حمد او الكابتن حكيم شاكر او اي سين او صاد من الناس وامسكه المنتخب واديله بعض الصلاحيات، لكن يبقى يونس محمود نائب رئيس اتحاد ومشرف على المنتخب وبيتدخل في الامور. يبقى انا ما عملتش حاجه، يبقى انا ما حلتش حاجه، يبقى انا كل المشاكل اللي حصلت قديمه ما فيش اي اجابات لها، ما فيش اي حلول لها. استبعاد اللعيبه المحليين اكفاء، استدعاء لعيبه محليين مستواهم بعيد جدا، ابعاد محترفين نجوم واستدعاء محترفين لا يليقوا بالمنتخب العراقي. بستدعي بعض المحترفين فقط للتصوير وفقط لي ان انا بخفف الضغط على المدرب وعلى الاتحاد فقط. انا بستدعي سين من الناس عشان يقولوا انا جبته ولعبوا حاجه بسيطه او ما لعبوش في مركزه، وكل هذه الامور اللي انت لو استبعدته يبقى افضل طبعا. كل هذه الاخطاء ارتكبت. العداء ضد اللاعب المحترف من كابتن يونس محمود كان واضح، وكل هذا اضر بالمنتخب. يبقى العداء من قبل كابتن يونس محمود للمحترفين كان واضح واضر بالمنتخب العراقي. يبقى انا لو عايز اشتغل صح ابعد كابتن يونس محمود من الاتحاد وابعدهم من الاشراف على المنتخب العراقي، واخلي هذه المرحله باسم يعني الناس تحبه، حد يشتغل يشرف مع المنتخب. يا حبذا لو جبتها كابتن هوار ملا محمد، الكابتن نور صبري، يا حبذا احد هذه الاسماء اللي الناس برضه بتحبها واللاعبين اكيد بيحبوها، وهيكون في توافق عليها سواء من الرياضيين والاعلاميين والشارع العراقي، لان هذه المرحله زي ما قلنا لا تقبل القسم على اثنين. خلاص هزيمه او تعادل مباراه انت خارج رحله ملحق، هزيمه في الملحق او تعادل بره ده الموضوع. وثانيا انت لازم ترتب نفسك للملحق، لو هتخش الملحق تخش ثالث عشان يبقى مباراه على ارضك. النهارده مفيش هزار، اكون او لا اكون. ابقى عندي مدرب صح ومشرف على الكوره صح ولاعبين عندها حميه وعندها اثاره وعندها قوه وحماس ان تلعب، يا اما لاعبين زي مباراه فلسطين والعراق مش قادره رجلها تشيلها، ما عندهاش طموح، لعيبه زي ما بيقولوا لما مؤاخذه اتمسح بها الارض. المنتخب العراقي لعب مباراه من اسوأ مباراه في تاريخه في الفتره الاخيره، وهي يعتبر من اسوأ مباراه خيسوس كاساس اللي قادها مع المنتخب العراقي. خوف كبير وخوف زايد وخوف بلا مبرر وبلا داعي، وخوف بلا مبرر وبلا داعي. بالتوفيق للمنتخب العراقي فيما هو قادم. بنشكركم وبنتمنى ان شاء الله التوفيق للكره العراقيه. شكرا لكم.